شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده روعة. وادي مخلل صينية الرقاق الجميلة بتاعتنا، وادي المحشي. السلام عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد، هنعمل محشي وهنعمل بومبار، اول مره اعمله معاكم على القناه. وهنعمل صينيه رقاق صغيره، يمكن تكون اصغر صينيه رقاق هتتعمل يعني. هقول لكم المكونات بتاعتنا. انا معايا بتنجان وفلفل وكوسه اهو، تمام، وفلفل رومي، الفلفل الطويل ده اهو، ماشي. وهنعمل، ودي خضرة مقطعاها، شبت وكزبرة وبقدونس. هي كتيرة شوية عشان خاطر يا جماعة البومبار بياخد خضرة وبصل كتير، وانا الاكل ده ان شاء الله المحشي والبومبار هيتعمل ني في ني. ني في ني يعني ايه؟ يعني كل حاجة معمولة نية. فرم بصل مع فلفل وتوم وطماطم وايه تاني، بس كده. كل ده بيتفرم في الكبة نص فرمة كده عشان يبان لما تيجي تاكل البومبار تحس بطعمه. وفي المحشي بيبقى احلى كتير من المسبك. تمام. و... وادي البومبار اهو، انا غسلته وقطعته. انا بقطعه يا جماعة قبل ما احشيه. طبعا دي بواقي الخضرة عشان بس الخضرة اللي انا مسكتها. فبصوا شكله اهو زي الفل ما شاء الله، ومقلوب كمان، الدهون بتبقى من جوه والجلد هو اللي من بره. تمام. يعني بصوا اوريكم واحده كده، اللي هي الدهون دي اهي، بتبقى من جوه كده اهي، والجلد هو اللي من بره. معايا طبعا هنا هوت فلفل اهو، فلفل عيدان وفلفل حراق، هو مش حراق بس احنا هنحط شطه يعني، وطماطم وبصل، ماشي، ومعانا توم. التوابل، وطبعا اللحمه المفرومه اللي هنعصجها. طبعا التوابل اللي معانا توابل محدوده جدا، لان طبعا البومبار والمحشي ما بيحبوش التوابل الكتير. تمام. معانا كزبره بتاع دوت كمون وملح وفلفل اسود وشطه وكزبره ناشفه. بس يا جماعه، لكن ممكن نضيف نقطه نعناع لخلطه المحشي، بس احنا بما اننا هنعمل خلطه البومبار والمحشي مع بعض ما نفضلش ان احنا نحط نعناع. تمام. يلا بينا بقى نشوف الطريقه بنعمل ايه. طبعا حبايبي كمان وهنحط زيت، ما بحط السمنه، هنحط زيت. تمام. يلا بينا بقى هنعمل. اول حاجه هنحطها هي الطماطم، بعد كده الثوم، حط الفلفل. ليه ما حطيتش البصل في الاول؟ عشان انا عايزه البصل مفروم صغير، مش عايزاه مطحون، فلو حطيته الاول هيطحن جامد وهتحس ان هو ميه. بسم الله. طبعا انا فرمتهم اهو، بصوا يا جماعه، فلو انا كنت حطيت البصل في الاول كان هيبقى ميه. تمام. نحط بقى البصل دلوقتي. بسم الله. كفايه كده عشان نعرف نفرم. بصوا حبايبي بيبقى كده. بص البصل بقى قطع ازاي، ده ضروري عشان لو عملتيه مطحون في البومبار هتلاقيه مجرد رز وصلصة بس. لسه يا جماعة هحط شوية صلصة. تمام. اهي كده يا جماعة خلصت معانا، زي ما قلت لكم اهو، قطع البصل والحاجة اهي كلها سليمة زي ما انتم شايفين. انا كنت عاملة صلصة قبل كده، هضيف عليها اهو. تمام. بقى التوابل، حط ملح، فلفل اسود، شطة عشان هو الفلفل معايا بارد مش حراق، كمون، حط كزبرة ناشفة، زيت. بسم الله. الماجي البودر ممكن نحط شوية، بيدوا تيست حلوة قوي طبعا. انا الرز اهو حطه. بسم الله.
كده. هقلب بقى وارجع لكم. وبكده خلصت معانا اللي هي خلطة المحشي. وزي ما انتم شايفين كده اهو يا جماعة، بصوا الإضاءة، بصوا هي كده جاهزة. انا يا جماعة الخلطة دي معلومة والله وعن تجربة، انا بعمل الخلطة كتير كده ممكن تقعد، بس لو التلاجة كويسة عندك، يعني لو التلاجة التبريد بتاعها تمام، تقعد عندك فوق ال10 ايام. بتغطيها بكيس وتحطيها في قلب التلاجة، يعني في اول رف في التلاجة، ما بتعملش اي مشاكل. فبتحطيها وتيجي بعد كده لو انت تعبانه في اي وقت وعندك عايزه تعملي شويه محشي، مش مضطره ان انت لسه هتقومي تعملي خلطه والكلام ده، هتجيبي بس الحاجه تقوريها، او لو كانت كرنب ولا ورق عنب هتحشيه وخلاص على كده بس. ودي عن تجربه والله، جربوها وهتدعوا لي. بس اهم حاجه تكون ني في ني. المسبك ما بتقعدش في التلاجة الخلطه اكتر من 3 ايام 4 ايام، ما بتقعدش اكتر من كده. لكن ني في ني عشان كل حاجه صحيحه، بتبقى تمام معاكي. نعمل اللحمه المعصجه. معانا شويه زيت على النار وقطعه زبده. نحط البصل، ده بصل يا جماعه بفلفل بفصين توم، مع البصله بس تدبل كده، مش عايزاه اكتر من كده. بسم الله بسم الله. ادي اللحمه اهي. هنحط شويه فلفل اسود، قرفه، بحب قوي احط اللحمه المفرومه قرفه، بتبقى بتدي ريحه حلوه قوي. شويه بهارات، 7 بهارات، ملح. وعندي انا دايما بحط، لازم احط شويه ماجي صغيرين كده. ونقلب بقى ونسيبها انها تستوي مع نفسها اهي. يا جماعه هي كده خلاص. اللحمه المفرومه ما بتقعدش كتير على النار اهي. عليها بقى نقفل عليها، بصوا كده اهي. بس نقفل عليها بقى. جينا نعمل بقى البومبار، نحشي البومبار ونحشي المحشي. يا جماعه هنحشي المحشي دلوقتي اهو. بسم الله. انا البتنجان ما بحشوهوش قوي، يعني بياخد يعني زي ربعه كده. تمام اهو. واحشي معاكم كوسه بردك. ما تكبسوش يا جماعه الحاجه، خلي الحاجه تنزل لوحديها. طبعا انا مش هعلمكم، انتوا ما شاء الله عليكم يعني اهو. واحشي معاكم قرن فلفل بردك. الفلفل ما بحشوهوش للاخر، يعني ما بملهوش للاخر. بس كده هخلص بقى البتنجان والمحشي وارجع لكم. خلي ما هنحشي يا جماعه مع بعض البومبار اهو. بحط انا صباعين كده، مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، كده اهو. واحشي. بسم الله. صلوا على النبي حبايب قلبي. بفضل احشي كده، وفي الاخر بقى بظبطه بايدي. بصوا بيبقى مكبكب كده. طبعا يا جماعه البومبار ما بيتحشيش، ما تملهوش عشان ما ينفجرش واحنا بنسلقه. اجي من الناحيه التانية كده احط شويه صغيرين عشان انا مش هوصل لهم. بس كده اهو. وافضل بقى انزل الزياده، انزل الزياده. طبعا انا ما اتعلمتش مع نفسي يعني والدتي ربنا يخليها لي هي اللي معلماني اهو. بيبقى كده تمام. اخلص الكميه كلها وارجع لكم حبايبي. انا خلصت البومبار اهو. طبعا وريتكم هو بيتعمل ازاي. لازم يبقى الرز فيه قليل قوي كده. البتنجان والكوسه والفلفل اهو. بس حبايبي حطينا حله كده على النار فيها ميه، وفيها فلفل اسود، وفيها ملح، وفيها مكعبين ماجي، دقن قرنفل، 4 فصوص حبهان. دي الميه او الشوربه اللي هنحط فيه، وبصلايه طبعا، الشوربه اللي هنسلق فيها البومبار.
حطيت فيها معلقه صلصه، وهنحط فيها شويه زيت، ده لسلق البمبار. بس كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. البمبار، بسم الله. انا حطيت اهو البمبار، وطبعا زي ما قلت لكم بنحط معلقه صلصه واهو بصوا اول ما اتحط عمل ازاي اهو. طبعا ما بنقلبوش ولا حاجه، انا بس بوريه لكم، وبعد كده نسيبه بقى يستوي براحته. وحطيت لي هنا الشوربه اهي بتاعت المحشي، وهنعلق عليه. هنروح بقى نعمل ايه؟ صينيه الرقاق. حضرت يا جماعه اهي شويه شوربه، حطيت عليهم معلقه سمنه بلدي، وادي باقي الشوربه اهي. وعند الرقاق اهو، طبعا هو مكسر والرقاق ما يعلم بالله ربنا، بس هنحاول نعمل صينيه صغيره يعني. وحطيت في الصينيه بتاعتي سمنه، هي مستطيله بس انا هعمله فيها يعني. طبعا هو كله هيمسك في بعضه في الاخر يعني، في الاخر هنطلع صينيه رقاق. نجيب بقى السمنه ونحط بقى ايه، رشه كده. ليه؟ لان انا مش هحط سمنه كتير، لان انا حاطه معلقه سمنه كبيره في الشوربه. بس كده. عملت اول رقه اهو يا جماعه. هنحط بقى اللحمه المفرومه. انا ما بحبش في الرقاق لحمه كتير، بس هنحط في المعقول يعني كده يا حبايبي. واحط بقى الرق التاني. طبعا اهي يا جماعه خلصت صينيه الرقاق، وحطيت لها شويه كبشه شوربه اهي، وحطيت لها باقي السمنه على الوش. ندخلها بقى الفرن ونشوف الشكل النهائي في الاخر. يا حبايب قلبي اهو خلص البمبار اهو. بص، اعرف منين ان هو استوى؟ طبعا سيبه وقت طويل اكتر من سوى الرز والمحاشي يعني، بس بيطلع في الاخر مستوي. هنحمره بقى. حطيت طاسه على النار اهي، وهنحمر فيها ان شاء الله، واوريكم بقى يا حبايب قلبي المحشي خلص. طبعا البوتاجاز هيتغسل يا جماعه، محدش يعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم؟ حاجه كده ايه، لوز اللوز زي ما بيقولوا. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. وما تنسوش طبعا لو وصلتوا لغايه هنا تدوسوا لايك واشتراك. انا نسيت اقول لكم في الاول، وتفعلوا الجرس، عشان زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تمام. وادي صينيه الرقاق لسه طبعا ما خلصتش، هنولع عليها الشوايه وتمام كده. بسم الله. طبعا لو انت عايزه تقطعيه حجم صغير بتقطعيه. يا لهوي البوتاجاز صعب صعب. وادي يا حبايبي وجبتنا النهارده، البمبار الجميل. بصوا شكله، شايفين؟ وادي صينيه الرقاق الجميله بتاعتنا، وادي المحاشي. وصلتوا لنهايه الفيديو، ما تنسوش تدوسوا لايك وتدوسوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشتركوا حبايب قلبي في القناه، لانها طبعا مش هتعلى غير بيكم. يلا حبايب قلبي، اشوف وشكم بخير. ويا ريت بقى تدوسوا لايكات كتير قوي على الفيديو البسيط ده. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده روعه. وادي مخلل صينيه الرقاق الجميله بتاعتنا، وادي المحشي. يلا سلام عليكم. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده روعه. وادي مخلل صينيه الرقاق الجميله بتاعتنا، وادي المحشي. يلا سلام عليكم.